هو انت نسيت نفسك يا كهربا يا جماعه؟ من الاخر كده مفيش اي حاجه ممكن اقولها تجمل الكلام اللي هقوله، لان بصراحه اللي بيحصل ده بقى عبث. تخيل لما يجي لعيب زي كهربا يقول لعيبه الاهلي لا ما تروحوش تحيي الجماهير. لا وكل ده عشان ايه؟ الجماهير قبل الماتش اللي هي اكتر فئه في كل المنظومه اللي احنا بنتكلم عليها دي اساسا بيدفعوا من جيبهم عشان يتفرجوا على الكوره، متضايقين بسبب النتائج وكانوا بينتقدوا او بيهاجموا اللعيبه. والله ما اقصدش اي حاجه من اللي اقوله، بس مع كامل احترامي للكهرباء، هو انت مين؟ ايه الاستحقاقيه اللي انت بتتعامل بيها دي؟ حرفيا في اساطير في النادي لاخر وقت ليهم في الملعب كان بالنسبه لهم الجماهير دي اهم حاجه. او سبحان الله كابتن محمد الشناوي اللي هو اساسا كان اكتر واحد بيتهاجم من الجماهير، هو ذات نفسه كان رايح عشان يحيي الجماهير. فجاي انت اللي اساسا جزء كبير قوي من المشكله ومن المستوى اللي احنا يعني مش عايزين نتكلم عليه اللي كان في الماتش اللي فات او تعمل لي فيها بطل وتخلي اللعيبه ما تروحش للجماهير. انا اسف بس تاني انت مين؟ اللي ضايقك اكتر ان كابتن محمد رمضان اللي هو المفروض ان هو الراجل الكبير المسؤول المحترم، هو كمان بيقول للعيبه ما تروحوش، بدل ما ياخد اللعيبه من ايديها ويروح للجماهير يقول لهم معلش حقكم علينا. وكانت ساعتها الجماهير كل اللي حصل ده ولا كانه حصل. لكن لا، ليه لازم نعمل نفسنا جامدين قوي ونفرق ما بين اللعيبه والجماهير اللي هي اساسا يا جماعه انا اسف الكره هي للجماهير اساسا. انا بجد اسف على اللي انا هقوله، انا واحد بيعشق الاهلي وبالنسبه لي الاهلي ده هو اهم حاجه في الدنيا، ولكن اللي بيحصل ده مش الاهلي. فتاني